السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، وكما العاده فيديو جديد في تحضيرات رمضان. اليوم بغيت نقدم معكم واحد سلو اللي كيجي مقوم مزيان وكيجي رائع بزاف. تنتمنى انكم تتبعوا المقادير والطريقه ونبداو على بركه الله. كما كتشوفوا هنا عندي اللوز اللي قشرته وقليته في الزيت اللي تكون بارده في الاول حتى كيتحمر لينا، وعاد كنحيدوه هكا باش يجينا مقرمش ويجي زوين وما يخسر لينا السلو ديالنا. كما كتشوفوا اللون ديالو راه مذهب، ما تخليوش حتى يكحل بزاف، فقط يبدا يتحمر ونحسوا بانه صافي طاب مزيان وتقرمش. كنحيدوه وغادي نطحنوه هنا في الهاشوار. كما كتشوفوا كنطحنو غير شويه، غير نهرمشو وصافي، ما غاديش نطحنو بزاف باش يبقى باين في السلو وكيعطينا ديك القرمشه الزوينه بحال هذا الشكل. يعني كيبقاو شي حبات صحاح مهرسين على جوج ولا على ثلاثه، والاخر مطحون شويه بحال هذا الشكل. صافي بركه. دابا غادي نطحنو كامل وندوز باش نصاوب معكم السنجلان اللي درتو في واحد المقله ودرت عليه نار مهيله، وكنبدا نحرك فيه شويه بشويه حتى كيتحمر ليا. ما غاديش نخليه حتى يتحرق، غير يبدا ياخذ واحد شويه ديال اللون صافي، وكنطفي عليه حتى كنحمرو كامل. وعاد كنمشي باش كنطحنو في الهاشوار تا هو ما كنطحنوش بزاف، كنقسمو على جوج تقريبا بحال يتقسم على جوج هكا. صافي بركه. وكيبقاو شي حبات صحاح هكا باش يبان نفس اللو ديالنا وما يجيناش سلو رطب ما فيه حتى حاجه. من الاحسن هذا الشيء يبقى باين باش كيعطي واحد المنظر وواحد المذاق زوين سلو. بالنسبه للنافع وحبه حلاوه تا هما كنديرهم في المقله، وكندير البوطه ناقصه بزاف وكنحركهم غير واحد شويه. بالنسبه لهادو ما خصهمش يتحمروا نهائيا، غير يسخنوا شويه باش يبغيو يطحنوا لنا مزيان. صافي كنطفيو عليهم ما نخليهمش حتى يتحمروا بجوجهم. كنحركهم غير واحد شويه، مكملاش دقيقه، غير يسخنوا. وكنطحنوهم في مولينكس وكنغربلوهم مزيان باش ما يجيوناش في السلو ديالنا، حيت كيجيو قاصحين هما في الماكله ديالهم، فمن الاحسن انهم يتغربلوا مزيان. وهنا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه درت هنا الدقيق، هنا استعملت كيلو ربع. كما كتعرفوا ان القاعده ديال السلو باش يجيكم زوين ويجيكم مقوم يعني وحتى المذاق ديالو رائع، كديروا نفس القياس ديال الدقيق هو نفس القياس ديال اللوز ونفس القياس ديال الزنجلان. انا بما انني درت هنا كيلو ديال الزنجلان وكيلو ديال اللوز وغادي نضيف ربعه ديال الزنجلان، فهنا في الدقيق درت كيلو ربع ديال الدقيق اللي محمر طبيعه الحال ومغربل. دائما باش تجيو تحمروا كديروا زياده باش يلا كتلقاو هذاك القياس اللي باغين. هنا ضفت كيلو ديال الزنجلان اللي شفتوا الطريقه ديالو محمر ومهرمش وباقي فيه شي حبات صحاح شويه. ومن بعد غادي نضيف كيلو ديال اللوز اللي حتى هو شفتوا الطريقه ديالو طبيعه الحال كما كتشوفوا راه كيبقى صحيح شويه، باش من نجيو ناكلو السلو ديالنا كنحسوا بالمذاق ديال الزنجلان والمذاق ديال اللوز، وكيجي المذاق ديالو روعه. واكيد الا جربتوه غادي تعرفوني علاش كنهضر. وبالصحه والراحه، واللي جرباتو تجاوبني في التعاليق، واللي بغات سلو اقتصادي راني ديجا حطيته لكم قبل هذا الفيديو لارضاء جميع الاذواق. اللي بغات هذا ديرو، اللي بغات الاخر ديرو، وكلهم كيجيو زوينين ورائعين ومقادير مضبوطه. غير جربوهم وما غاديش تندموا. هنا كما كتشوفوا راه درت ربعه ديال الزنجلان اللي محمر حتى هو، ولكن خليته صحيح. كنتمنى البنات ان هاد الفيديوهات ديالي يكونوا كيعجبوكم ونكون عند حسن الظن ديال الجميع. واللي باقا ما اشتركتش معايا تشترك وتفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساونيش البنات، الله يعطيكم صحيحتكم ويعطيكم ما تمنيتو في خاطركم. لما ديروا واحد اللايك ما خاسرين والو، اللايك كيزيد يشجعني باش نحط لكم فيديوهات اخرين ان شاء الله يا ربي. والتعاليق ديالكم حتى هما كيفيدوني بزاف، النصائح ديالكم اولا اللي بغات نصاوب لها شي حاجه علاش لا، خصها تكون في المقدوره ديالي ونصاوبها ان شاء الله يا ربي.
كما شفتوا هنا البنات راه درت نص معلقه ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه ديال مسكه الحره مطحونه مع سنيده. انا دائما كنطحنها مع سنيده باش كطحن ليا مزيان. المهم درت معلقه صغيره، وهنا درت واحد 4 كوزه محكوكه. بالنسبه للكوزه اللي بغات ما ديرهاش ماشي مشكل، غير هي كتعطي واحد المذاق زوين في السلو، ولكن ماشي ضروريه. هنا البنات غادي نضيف النافع. عندي هنا 3 ديال المعالق كبار كما كتشوفوا، راه عامرين مزيان ديال النافع اللي غربلته مزيان كما وصفت لكم في اول فيديو. هنا 3 المعالق كيعطيو واحد المذاق زوين وكافيين لهذا المقدار ديال السلو. بطبيعه الحال البنات اللي بغات مقدار ديال السلو اكثر ممكن تدوبل المقادير وصافي. وهنا غادي نضيف 2 معالق كبار حتى هما عامرين ديال حبه حلاوه حتى هي كتجي زوينه. غير هي دائما البنات في السلو دائما كنديروا النافع اكثر من حبه حلاوه باش كيجي هذاك المذاق متوازن وكتجي زوينه، حيت الا درنا حبه حلاوه بزاف كتعطي شويه ديال المروره. وكنضيفوا واحد 3 ديال المعالق كبار عامرين ديال القرفه، حتى القرفه كتعطي المذاق زوين للسلو كتوازن الذوق حتى هي. وهنا عندي سكر كلاصي. طبيعه الحال السكر كيبقى على حسب الذوق، ولكن انا بالنسبه لهذا المقدار اللي درت لكم راه درت هنا 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال السكر كلاصي. كما كتعرفوا ان السكر كلاصي ما كيكونش حلو بزاف، اللي بغات دير سنيده يعني طحنها راه خصها تنقص من القياس، ممكن ديري 2 كيسان، ولكن بما انني استعملت سكر كلاصي درت 3 الكيسان وجاو هما هادوك في الذوق. هنا البنات راه الزبده خديتها، عندي هنا نص كيلو ديال الزبده اللي ماركه مزيانه ديال الاكل، خديتها وحمرتها مزيان حتى تحيد منها داك الحليب ولات نوازيط كتعطي واحد المذاق زوين للسلو صافي. وبالنسبه لهداك الحليب اللي كيبقى في الكاسرونه ما كنديروش في السلو ديالنا، كنكبو غير الزبده بوحدها. ومن بعد غادي نضيف الزيت، غادي ناخذ هذاك الزيت اللي قليت فيه اللوز. كما كتشوفوا انا عندي هذه القرعه راه عامره، هذا هو الزيت اللي قليت فيه اللوز كيعطي واحد المذاق تا هو زوين سلو. ودابا البنات غادي نقل هاد المقادير كلهم غادي نحطهم في شي بانيو. كما كتشوفوا راه القصريه ما غاديش تكفاني باش نخلط هادشي كامل، غادي نقلهم في شي بانيو وغادي نبقى نضيف شويه بشويه داك الزيت اللي وريتكم اللي عندي شويه بشويه حتى يتعلق ليا السلو ديالي. وعاد نرجع معكم وغادي نقول لكم شحال القياس ديال الزيت اللي دخل ليا في هذا السلو. طبيعه الحال البنات خصو تدليك مزيان، انا راه غادي ندلكو بيديا وغادي نديرو حتى في العجانه. اللي عندها البنات العجانه تستعملها في الدليك، راه كدلك السلو مزيان وكيزيد يطلق هذاك الزيت ديالو. وما كتستعملوش الزيت بزاف، ما كتضيفوش الزيت بزاف. بالنسبه لزيت العوده البنات من الاحسن ما يدارش هنا في السلو لان كيخسر المذاق. واللي عندها زيت زعما جديده ممكن ديرها، لما كانش فيها شي مذاق مجهد ديرها، ولكن من الاحسن غير زيت المائده، خصوصا هذا الزيت اللي قلينا فيه اللوز كيكون منسم مزيان وكيعطي واحد المذاق زوين للسلو. دابا البنات كما القاعده وكما ولفنا ان السلو كيتخلط في البانيو ماشي في القصريه، فغادي نمشي غادي نخلطو مزيان وندلكو ونرجع معكم باش تشوفوا الطبق النهائي ان شاء الله والشكل النهائي ديال السلو ديالنا. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا، راه كيجي روعه. واخا نعيا ما نهضر ما نقدرش نوصفه لكم لان الا ما جربتوش راه ما غاديش تعرفوا علاش كنهضر. هو الصراحه كيجي زوين بزاف، يعني هذيك المقادير كيبانوا ملي كتاكلي كتحسي بالقوام، كيجي مقوم ومذاق روعه، وخصوصا مع ديك الزبده اللي درنا. اما بالنسبه للزيت البنات اللي دخل ليا فيه هو 4 الكيسان ديال الزيت، راه عبرته هذاك الزيت اللي وريتكم ديال اللوز راه عبرته بكاس العنبه. الصراحه كيجي مذاقه زوين وكيجي معلك. اللي بغات تعلكو اكثر من هكا كتضيف الزيت، غير تسخن شويه زيت المائده وكتضيفو. انا جاني هكا مزيان صراحه روعه. كنتمنى انكم تجربوه. ما تنسونيش البنات ملي لايك وتردوا عليه في التعاليق، واللي باقا ما اشتركتش اشترك وضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.